بكره الاهلي على موعد مع لقاء مصيري ضد سان داونز في جنوب افريقيا. الماتش ده اللي هيحدد على اثره هل الاهلي ممكن يصعد او ما يصعدش. الاهلي بكره لازم يقسم الماتش على مراحل. لازم كولر بكره يلعب ماتش بحذر. ما ينفعش يبقى فاتح الماتش لان الفريق اللي هنلعبه سان داونز من اسرع الفرق في افريقيا. سان داونز عاملين صفقه ب 3 مليون دولار، اغلى صفقه في تاريخ افريقيا. سان داونز على ارضه فريق سريع، فريق بيلعب كوره، فريق ما بيلعبش كور طويله، فريق بيحب يلعب كوره على الارض. فاحنا لازم بكره نقابله بحذر. انا شايف بكره ان لازم النادي الاهلي يضغط عليهم من قدام، لان هم قدام بيغلطوا كتير، وهم برضه مصممين ان هم يلعبوا كرة على الارض من بدايه من عند الجون. فانا شايف ان النادي الاهلي لازم يضغط وما يضغطش على طول الماتش في 90 دقيقه، لا يضغط على مراحل. لان احنا ممكن لان اضعف حاجه عندهم الاخطاء الساذجه من خط الدفاع وهو بيبدا الكوره. فاحنا لازم نضغط عليهم وان شاء الله نغلطهم في واحده ونخطف الماتش، والنادي الاهلي يخطف الصعود من جنوب